نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسبائل ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة شباب. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بمن يصحبني في التقديم أخي وزميلي عبد الرحمن برهان. أهلا وسهلا عبد الرحمن. أرحب بك أخوي عبد الرحمن وأرحب بالجمهور الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من ساعة الشباب. مستمرين معكم في فقرات هذا البرنامج وإلى أول أجزائه وجلسة سمر. حياكم الله مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأفاضل من جديد. بداية عبد الرحمن خلينا اليوم نقدم مقدمة جميلة لموضوع حلقتنا، انه موضوع شيق بصراحة. نعم. هذا الموضوع او هذه القضية التي سوف نتحدث عنها هي موجودة في كل انسان. عندما نتحدث عن كل شخص وما يميزه عن غيره، هنا نتحدث عن مصطلح يسمى الموهبة. الموهبة هي الشيء الذي يتميز به شخص عن غيره، فتجد أنه يكون في مستوى ما جيد، ولكن في مستوى آخر أو في مجال آخر يعني متميز جدا ومرتفع. هنا نسميها موهبة. فالموهبة هي عنوان حلقتنا لهذه الحلقة. نعم. وكما ذكرت عبد الرحمن، لا يوجد شخص في هذه الدنيا لا يمتلك موهبة. نعم. دائما الإنسان يظهر فيه شيء أو يظهر شيء في حياته يجد أنه يحبه وينجذب إليه بشكل كبير، فقد تكون هذه الموهبة اللي أنت يعني تحبها أو ولدت معك. فموضوعنا اليوم مختلفة، والمحاور في هذا كثير. كيف ممكن أنه يكتشف الإنسان عنده موهبة؟ هل يولد الإنسان بالموهبة أم من الموهبة شيء شيء يكتشفه الإنسان في حياته؟ هل كيف لنا أن نطور الموهبة؟ كيف نستكشفها وما إلى ذلك؟ وأيضا في النهاية يعني أنت إذا اكتشفتها، استغليتها، نميتها تنمية صحيحة، استثمرت فيها، قد تنقلك نقلة نوعية من طبقة مجتمعية إلى طبقة مجتمعية أخرى، ويعني تطير بك مثل ما يقولون. فعلا. يعني إذا بدأنا بسؤال كيف تكتشف موهبتك، أولا دعنا قبل أن نسأل هذا السؤال دعنا نربط الموهبة بشيء موجود في الإنسان ألا وهو الشغف. وبالتالي دائما أو غالبا تجد أن الشغف مرتبط بالموهبة، وكلما كان الإنسان شغوفا بأمر ما فتجد أنه موهوب به، حتى وإن كان مثلا الموهبة تبعه مثلا أو الموهبة التي يتحلى بها ناقصة. بالشغف يكمل هذه الموهبة ويصل إلى مرحلة متقدمة من هذه الموهبة أو من هذه الصفة التي فيه. نعم، هذا جانب. وفي جانب المواهب الفطرية أو المواهب اللي مجبول عليها الإنسان التي يولد معها. عفوا، قد يولد الإنسان وعنده موهبة مدفونة أو موهبة خفية، يحتاج أنه بس يكتشفها أو يخرجها للعلن أو يخرجها من داخله. فمجرد أنه يخرجها يبدأ يبحث فيها وينغمس ويطلع فيها ويصبح مبدع فيها. الآن لو قلنا إيش الأساليب اللي ممكن تخليك تخرج الموهبة اللي في داخلك، ممكن تكون الاطلاع والقراءة بشكل عام. فأنت مثلا يوم تجلس في مجلس أو تسمع من أحد أو تقرأ في كتاب، تقرأ في كل شيء وتسمع كل شيء إلين أن تجد الموهبة اللي تقول لنفسك أنا هنا، أو هذه الموهبة التي أحبها. نعم. نعم. دعنا مثلا نضرب على سبيل المثال حتى تتضح الفكرة للجماهير. خلينا نقول مثلا التقديم، خلينا نقول كرة القدم، خلينا نقول حتى بعض الأحيان بعض الناس عندهم مثلا الحس الكوميدي عبارة عن موهبة. نعم. ودعنا أيضا عندنا من المواهب الجميلة موهبة الشعر. بالمناسبة عبد الرحمن يعتبر من الشعراء المخضرمين ما شاء الله. الشعر مثلا من المواهب الجميلة جدا التي تكتشف ولا تصنع، بمعنى أنك ليس كل شخص شاعر، إنما الشاعر يجد نفسه مثلا في مجال ما أو في
أو في مجلس ما أو في كتاب ما أو في قراءة ما، وبعد ذلك يطور من موهبته في الحفظ، في القراءة، في البحث، في التاريخ. تجد أنه موهبة الشاعر تتطور وقت بعد وقت. ولكن البداية يعني موهبة الشعر أو ما يسمونها الشعراء ملكة الشعر لا تجدها عند أي شخص، لا يعني تختلف من شخص إلى آخر. نعم. فبالتالي هذه من المواهب يعني هذا المثال وعليه فقس يعني على جميع أصعدة المواهب. أيضا هناك قد تنشأ الموهبة عند الإنسان من العدم، يعني قد يكتشفها الإنسان أو قد تولد معه وقد تنشأ عنده من العدم. يعني صحيح. مثلا أنه يكون إنسان زي ما كنت مثلا في مجلس ويستمع إلى كل أنواع العلوم، هذا يتكلم في الشعر وذاك يتكلم في التاريخ وذاك يتكلم في الفلك، فيسمع مثلا موضوع الفلك ويعجبه، فيقوم يبحث عن معلومة، مثلا تقارب النجم الفلاني مع النجم الفلاني يحدث حدث معين، ثم يبدأ ينغمس، يبحث في مدار الأفلاك ويبحث في أسمائها وأحجامها وما إلى ذلك، فيصير خلاص يصير يعني منغمس وموهوب في علم الفلك مثلا. فهذه من المواهب التي نشأت عنده من العدم، يعني ما ولدت معه، لا بالعكس هو يعني قرر أنه هذه ستكون موهبة وبحث فيها وسعى وراءها وبذل كل جهده فيها وأصبح فيها موهوب. نعم متمكن. هذه من المواهب يعني التي تصنع ولا تكتشف، مثل ما قلت لي يا عبد الرحمن، اللي هي مثلا موهبة الفلك، مثل موهبة ولكن ليست كل المواهب تصنع. بعض الأحيان تحتاج إلى ملكة، مثلا زي ما ذكرنا قبل قليل الشعر تحتاج إلى ملكة الحفظ. نعم. كيف يصبح إنسان شاعر وهو لا يحفظ؟ هذه من صعوبة المكان. كيف يصبح إنسان كاتب وهو لا يعرف أن يمسك قلم مثلا، وهو لا يعرف أن يعبر؟ الفاشل في التعبير لا يستطيع أن يكون كاتبا، لأنه هذه تحتاج إلى ملكة التعبير. أيضا دعنا ننتقل إلى محور آخر عبد الرحمن، ألا هو كيف تكتشف موهبتك، أو معنى كيف، ما هي العوامل الخارجية؟ احنا ذكرنا عن العوامل الداخلية، شغف الإنسان وما أنه يولد معها وما إلى ذلك. الآن ما هي العوامل الخارجية؟ نعم. المؤثرة. نبدأ أولا منذ الصغر، ألا وهو البيت. البيت يعتبر من أهم العوامل التي ممكن تؤثر في اكتشاف موهبة الإنسان. تجد أن الأب، الأم، ممكن تكون الأخ أو الأخت الكبيرة هم الذين يكتشفون موهبة في الإنسان من خلال الملاحظة، من خلال التربية، يكتشفون أن والله هذا الشخص يعني موهوب في المجال المعين، أو هذا الطفل موهوب في القراءة، في الكتابة، في كرة القدم، في أي مجال من المجالات. فالأسرة هي تعتبر من المواهب المهمة، من العوامل المهمة في اكتشاف الموهبة. وأيضا خلينا نقول إذا فشل الأهل في اكتشاف موهبة الطفل غالبا لا يجد له مكان في اكتشاف موهبته سوى المدارس. نعم. المدارس أيضا يعتبر من العوامل المهمة أيضا. لا شك المحيط التعليمي بارع ومتميز في هذا المجال، وقد يكون يعني مجاراة مع اكتشاف موهبة الأهل يكون الابن يطور هذا وينشأ. صحيح. أيضا نشأة في المدرسة. قد يجد الإنسان ده، أو غالبا ما يجد الإنسان يعني معلم متميز ما ينساه، يحفر في ذاكرته، يكون يساعده في الموهبة اللي هو فيها، أو يكتشف عنده موهبة قد لا يعلمها الإنسان عن نفسه بحكم أنه طفل وفي مقتبل العمر، قد ما يعرف مثلا أنه جريء أو أنه منطلق وموهوب في الإلقاء مثلا، فيجد فيه المعلم بحكم خبرة السنين وتعامله مع كثير من الأجيال، يجد أن هذا الطفل متميز وهذا الطفل نابغة في موضوع الإلقاء وكذا، فتصير فيه مثلا نشاطات ومسابقات في المدارس على الإلقاء مثلا، يرشح المعلم هذا الطالب فيطلع الطالب وينبهر الطالب من نفسه أولا قبل ما ينبهرون من التلاميذ وأصحابه أنه عنده هذه الموهبة وأنه بارز في هذا. فلذلك نقول المحيط التعليمي والسلك التعليمي بشكل عام عامل مهم جدا بعد عامل المنزل في اكتشاف موهبة الإنسان. نعم صحيح. وبعكس هذا الكلام تماما، لا يجب أن تكون موهوبا في مجال أنت لا تتقنه. بعض الناس يعتقد أنه لازم أن أكون موهوب في كل شيء، وغالبا هذا ينشأ من الغيرة. فتجد مثلا ينظر إلى فلان أنه مثلا موهوب في كرة القدم، فبالغصب يصير لاعب كورة، فتلقاه ينزل مرة مرتين وثلاثة وعشر وعشرين ويفشل. فنقول له هنا لا، هذا ليس مجالك، انتقل إلى مجال آخر، جرب، لا بس. يعني كل صنعة ولها صاحب، وكل عمل وله من يتقنه. لا يجب أن تكون موهوبا في كل شيء فتفشل في كل شيء وتخسر موهبتك الحقيقية التي لم تكتشفها بعد. طيب. ويقول لك أيضا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ما تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. طيب خلينا ننتقل يا عبد الرحمن إلى نقطة مهمة، وهي ماذا بعد الاكتشاف؟ أنا الحين اكتشفت موهبتي، عرفت أني موهوب في الكتابة، ماذا أفعل؟ كيف أطور من هذه
الموهبة؟ طبعا هنا بترجعنا الآن للنقطة الأولى. نعم. شغف الإنسان وحبه. يعني قد يكون الإنسان موهوب وبارع ومعروفة موهبته ومبدع فيها ونابغة، لكنه كسول وملول، ما يطورها أو ما يبحث وراءها ولا يسعى خلفها. يعني ما تلقاه يقرأ في كتب ويستمع إلى مقاطع في اليوتيوب مثلا، أو يجالس أصحاب الموهبة هذه أو من هم أعلى منه خبرة فيها. لا، تلقاه ملول. يعني خلاص هو يقول أنا عندي موهبة، إذا طورتها كان بها، وإذا ما طورتها فالحياة ماشية. يعني أنا عندي مدرستي ولا عندي جامعتي وعندي وظيفتي والأمور ماشية على هذا النسق، وهذا خطأ طبعا. أنت إذا عندك موهبة تنميها بشغف يعني لا متناهي عشان تقدر يعني تنقلك هذه الموهبة. أنت إذا اقتصرت على حياتك العادية يعني أنت كذا صرت إنسان عادي مع أن عندك موهبة، لكن تنميتك الموهبة وتطويرك لها وشغفك وحبك لها في البداية في المقام الأول هو اللي بيجعل منك شخص مختلف. فعلا. أيضا حتى نكون عمليين أكثر، من العوامل المؤثرة في تطوير وتنمية الموهبة هي الاشتراك في الدورات، الاشتراك في الندوات. تجد شخص مثلا لديه موهبة تعلم اللغات، ما يجي يجلس في البيت يقول يلا أنا عندي موهبة تعلم اللغات، يلا إن شاء الله راح أتعلم لغة جديدة. لا، تذهب تخالط، تمارس لغة جديدة، تشترك في دورات جديدة. هذه الخطوات العملية هي التي تساعدك على تنمية المواهب. يعني الموهبة لوحدها لا تكفي لأن تتقن أمرا ما، لابد أنك أنت تسعى وراء، وحتى يكون عندك هدف مثلا تصل له، وكل ما وصلت عند هدف تجدد أهدافك تصل. غالبا الناس الذين أو الأشخاص الناجحين في مجالات كثيرة غالبا أنهم يعملون لأهدافهم كل يوم. تمام، يضعون أهداف قصيرة المدى ويعني يطورونها كل يوم ويعملون عليها كل يوم. هذا بشكل عام في الأهداف، وبشكل عام وبشكل خاص في موضوع الموهبة. أنت عندما تكون موهوب في شخص في قضية ما لابد أن تعمل عليها يوميا. نعم. أنك أنت شغوف فيها أصلا، هذا ليس عمل أنت تقدمه مثلا لمديرك أو لشركة ما مقابل ساعات عمل معينة. أنت تستثمر في نفسك. فالاستثمار في النفس لا يتوقف أبدا، هو جاري حتى يعني يقبض الله روحك وتتوفى. يعني أنت لازم تستثمر في هذه الموهبة كل يوم وكل لحظة وكل ثانية. وعندما أيضا في الحياة بشكل عام يعني تمضي تلقى لك موقف موقفين ثلاثة، في كل موقف يعني تبحث عن ما يخدم هذه الموهبة. تجد مثلا أنك في الشارع والله تبي تتعلم لغة جديدة، تجد مثلا عبارة مكتوبة ما تمر عليك مرور الكرام، خليك يعني مثلا اقراها مرتين ثلاث، حاول إذا فهمتها كويس، ما فهمتها حاول انك تترجمها. يعني على هذا المثال فقس على بقية الأمثلة. لابد أن تجعل تطوير الموهبة من نفسك هاجسا لا يتوقف. لا يتوقف. نعم. وأيضا لا نهمل في هذا الموضوع الأسرة والبيئة المخالطة في المنزل، فلهم بعد نفسك دور كبير جدا في تنمية موهبتك. صحيح. وتكبيرها. أنا أذكر في المتوسطة كان يعني بداية حبي للشعر وانغماسي فيه، كان والدي يأخذني إلى مجالس الشعراء. جميل. ويأخذني إلى أحد الدكاترة في اللغة العربية ويخليني يعني أقول لها أشعاري ويستمع إلي، مع أني كنت يعني لسه في البداية وكذا، لكن هذا كان دور وحافز مهم من الوالد على أنه يعني يجعلني متقدما في الموهبة اللي يحبها. وأنا أشهد أنك موهوب في الشعر. شاكر لك. مشاهدينا الكرام، انتهينا من فقرة جلسة سمر. ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من برنامجنا وحول العالم. أما دولتنا لهذا اليوم فهي بلد المليون شهيد كما عرفت بعد الثورة، والحديث هنا عن دولة الجزائر العربية عبد الرحمن، واليوم إن شاء الله الحديث عنها حامي. نعم. وكثير. صحيح فعلا. وبمناسبة يعني تأهلهم نعم. في البطولة العربية المقامة في قطر، ونحن الآن لسنا بصدد الحديث عن كرة القدم. نعم. لها وقتها إن شاء الله. اليوم نتحدث عن دولة من الدول العربية الجميلة أيضا والتي لها تاريخ كبير جدا، ألا وهي دولة الجزائر. والجزائر تقع في أقصى شمال قارة أفريقيا، وأيضا مدينة الجزائر أيضا تقع في شمال الجزائر. تعتبر دولة الجزائر من الدول ذات المساحة الشاسعة والكبيرة جدا، فتعتبر هي من أكبر دولة أفريقية وعربية أيضا، وأيضا تعتبر ثاني أكبر دولة إسلامية بعد جمهورية كازاخستان. تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط، ويحدها أيضا من الشمال الشرقي أنت تتحدث عن الشرق دولة تونس، وغربا المغرب. فأنت تتكلم عن دولة يحدها من الشرق
تونس ومن الغرب المغرب، نتحدث عن دولة ذات مساحة شاسعة كبيرة جدا، وهي بالمناسبة كانت ثاني أكبر دولة أفريقية، ولكن بعد انقسام دولة السودان أصبحت في المرتبة الأولى أفريقيا. نعم، وعرفت الجزائر العديد من الإمبراطوريات والحضارات المختلفة والحديث هنا عن الرومان ومن بعدهم حقبة البيزنطيين، وبعد ذلك شهدت الفتوحات الإسلامية، حيث شهدت الجزائر سيطرة الأمويين والعباسيين على كثير من أجزائها، وشهدت في القرن التاسع عشر الاحتلال الفرنسي للجزائر. نعم. علمها يعني استعملت الجزائر أعلاما كثيرة في تاريخها، ولعل نذكر أبرزها وهو آخرها، ألا وهو العلم الذي يشتمل على الألوان، الأبيض ومعناه حب السلام، أيضا الأحمر إلى نسبة إلى دم الشهداء بالمناسبة، كما ذكرت ما أنها بلد المليون شهيد، وبالتالي وجب أن يكون العالم يرمز لهذا المعنى. أيضا عندنا الأخضر يرمز إلى التطور والازدهار، وعلامة الهلال ترمز، الهلال والنجمة ترمز إلى الإسلام. واستقبلت الجزائر العديد من الحضارات والتواريخ مما جعلها إرثا تاريخيا كبيرا وغنيا، فقد أثرت في أفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا والمشرق في كتابة التاريخ. وأول البقايا الأثرية الملحوظة والمعروفة لدى الجزائريين هي الحديقة الوطنية التي تركها المتقدمون، والتي تعد أكبر متحف مفتوح، وسنأتي في ذكرها بالتفصيل إن شاء الله لاحقا. أثناء حقبة الملكة إيالة الجزائر كان التعليم في تلك الفترة تعليما دينيا بحتا، أي أنهم كانوا يهتمون فقط بالعلوم الشرعية والإسلامية، وما سوى ذلك لا يهتم به أبدا. وفي تلك الفترة كان هذا كله يعني بفضل الأوقاف والمؤسسات الخيرية. وفي تلك المرحلة أيضا انقسم التعليم إلى قسمين. القسم الأول كان اسمه قسم الكتاتيب. ما هي الكتاتيب؟ الكتاتيب هي الأماكن التي يتعلم فيها الطالب أساسيات اللغة العربية، وأيضا يحفظ القرآن، وأيضا مبادئ الدين، كما ذكرنا أنه في تلك الفترة كان لا يهتم إلا أو بسوى هذا العلوم الدينية والشرعية. نعم. بعدها ينتقل الطالب إلى المدارس، والتي كانت ملحقة بالجوامع الكبرى، والتي كان يشرف عليها الكثير من العلماء والمربين آنذاك، وتتسع لآلاف من الطلاب، ويدرس فيها هنالك مجموعة مختلفة من العلوم مثل الفلك والرياضيات والهندسة وما إلى ذلك. وكانت الأوقاف الخيرية آنذاك هي الراعية الرسمية لهذه المدارس الملحقة بالجوامع، وكان هناك أشخاص نقدر نسميهم فاعلين خير كانوا يتكفلون بتعليم الطلاب آنذاك في الجزائر. وبالحديث عن التعليم عبد الرحمن يذكر وهذا يعني جدير بالذكر أنه في فترة الاحتلال الفرنسي في الجزائر تكاد لا تجد أميا في الجزائر ككل، الجزائر عامة من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. عندما طبق الفرنسيون زي ما تقول إحصائية عدد السكان الذين يتقنون القراءة والكتابة، وجدوا أن 5% فقط من مجمل سكان الجزائر هم الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، بمعنى أميين. أما نسبة 95% من الشعب فهم يعني يقرؤون ويكتبون ومتعلمون، وهذه يعني نسبة تعتبر كبيرة جدا، أنك تجد فقط 5% من الشعب عامة هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وفي هذا قال الرحال الألماني فيلم شيمبرا حين رأى يعني الجزائر وزارها في عام 1831 في شهر ديسمبر، قال بالحرف: لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا. يتكلم عن أوروبا لأنه نعم. هو أساسا من ألمانيا. نعم. فيقول: فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعوب. يتكلم عن أوروبا أيضا. فيعني يقول أنه هناك قلما تجد شخص يعني يقرأ ويكتب بلغتهم طبعا، بينما العكس الصحيح دائما نعم. في الجزائر. نعم بالضبط. لكن مع بالغ الحزن والأسى تراجعت نسبة التعليم مع وجود الاحتلال الفرنسي في الجزائر، نتيجة طبعا للسياسات الاستعمارية والقمعية التي جعلت هذه الشعوب المتعلمة والمثقفة في غياهب الأمية والجهل والتراجع، رامين بهذا أنهم يريدون السيطرة عليهم
وفي هذا سهولة طبعا للاحتلال. إذا كنت تستطيع أن تسيطر على مجتمع جاهل، فمن الصعوبة جدا أنك تستطيع السيطرة على مجتمع متعلم. فكانوا يضعونهم في غياهب الأمية والجهل كي يسهل للفرنسيين السيطرة والاستعمار الكامل على الجزائر. ونتيجة لهذا ارتفعت نسبة الأمية إلى 92.2%، وهي نسبة متفاوتة وكبيرة جدا يا لطيف مع الأسف. يا نعم. لطيف. وهذه اللي من الأضرار الناتجة عن الاحتلالات والاستعمارات. نعم. والاستعمار وما إلى ذلك. طيب دعنا يعني نذكر الحديث عن تأثير الجزائر على التاريخ الإسلامي بشكل عام. تعتبر الجزائر من الدول المؤثرة في المنطقة أو في المغرب العربي، فكان انتشار الإسلام واسعا هناك، وكان الجزائر تؤثر في هذا الأمر بشكل كبير، حيث في بداية القرن الثاني للهجرة تحول إلى قطر إسلامي يصطبغ بالصبغة الإسلامية. يعني نتكلم عن دولة الجزائر، تحولت إلى قطر إسلامي يصطبغ بالصبغة الإسلامية، وذلك في جميع مناحي الحياة سواء الأدبية أو المادية. المعالم التاريخية والأثرية في الجزائر كثيرة ومتعددة. لعلنا نبدأ بذكر المتحف المجاهد الوطني في مدينة الجزائر العاصمة، وهو يعتبر من أهم متاحف المدينة، إذ يحتوي على العديد من العروض وأعمال تتعلق بالفترة الاستعمارية التي تعرضت لها البلاد والجهود المبذولة في سبيل نيل الاستقلال. طبعا أي شيء في سبيل نيل الاستقلال والسعي إلى الحرية غالبا ما يكون ممجد ويذكره التاريخ دائما، فلذلك هنا نجد متحف المجاهد، متحف كامل ناتج عن هذا. جميل جدا. أيضا نجد من الأماكن المعروفة والتاريخية في دولة الجزائر وتحديدا في مدينة خنشلة الحمامات الرومانية، وتعتبر هذه من أهم المعالم الأثرية المحفوظة في تلك المدينة، حيث بدأ بناؤها خلال القرن الأول ميلادي، وأيضا تم تطويرها إضافة إلى العديد من المعالم من قبل العثمانيين. ويذكر أنه الحمامات ما زالت تستخدم من قبل السكان المحليين حتى هذا الوقت، فبالتالي عندما تزور مدينة خنشلة سوف تجد الحمامات الرومانية، وهذه يعني من صنائع العثمانيين، وتعتبر من الأماكن التاريخية كونها يعني تعتبر من المعالم القديمة جدا. وما بني في عام 1982، والحديث هنا عن مقام الشهيد، وهو مجسم حجري ضخم. أما تصميمه فهو يتمثل في 3 أوراق من النخل ترتفع من الأرض إلى السماء وتلتقي كلها في نقطة واحدة، فيعتبر هذا المجسم بمثابة نصب تذكاري لشهداء الحرب الجزائرية. موقع جميلة أو ما يسمى به أيضا مدينة جميلة هو موقع تاريخي قديم بني في عهد الإمبراطورية الرومانية، ويشتمل على العديد من غرف الاستحمام، وأيضا عندنا الأسواق، المعابد، الأعمدة وما غيرها، فهي مدينة متكاملة، والبعض يسميها موقع جميلة والبعض الآخر يسميها مدينة جميلة. وكما ذكرنا في قبل قليل الحمامات الرومانية تعتبر من الأشياء الموجودة في مدينة جميلة. وما بني أيضا في عام 1872 كنيسة كاثوليكية بتصميم من المهندس المعماري الفرنسي جان يوجين، وقد خضعت الكنيسة عبر تاريخها للعديد من عمليات الترميم والإصلاح لتظهر على النحو التي تبدو عليه اليوم. والحديث هنا عن معالم لا تنقضي وآثار كثيرة جدا في دولة عريقة مثل الجزائر، وقد سميت بلد المليون شهيد نظرا للحرب التي خاضها الشهداء على مر 7 سنوات من المواطنين نفسهم لطلب الحرية والسعي خلفها من الاحتلال الفرنسي، والتي توفى واستشهد فيها 1,000,000 شخص أو 1,000,000 مواطن جزائري، فلذلك سميت بلد المليون شهيد. يعني أيضا نجد أنه بلد المليون شهيد تعتبر من اللهم صل على محمد، يعني يعتبر العدد هذا الكبير هو من أهم الأسباب التي جعلت دولة الجزائر من الدول القوية جدا. نعم. وفيها نضال. نعم أيضا، وستجد أنها من الدول التاريخية التي فيها نضال، وتجد أنه شعبها من الشعوب القوية جدا التي اعتادت على خوض الحروب والاستعمار وما إلى ذلك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكتفي بالحديث عن دولتنا الحبيبة الجزائر. نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا
وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا.
عدنا لكم أيها السادة المشاهدون في كل مكان، وإلى آخر فقراتنا لهذا اليوم وسبورتس. سبورتس والحدث الأهم اللي شاغل الساحة الرياضية مؤخرا وكأس العرب. في البارحة كانت مباراة الجزائر مع قطر، وكانت مباراة حامية جدا، انتهت بفوز الجزائر 2-1 بعد 17 دقيقة وقت بدل ضائع احتسبها الحكم. تقدم فيها قطر بهدف التعادل، ثم انتهوا بضربة جزاء للجزائر. تعليقك على المباراة عبد الرحمن؟ قطر والجزائر من المباريات الجميلة جدا، ويعود ذلك إلى مستوى الفريقين في البطولة. فنجد الجزائر من المنتخبات القوية أساسا عربيا، وقطر أيضا بطل كأس آسيا في النسخة الماضية وصاحب فريق بأسماء ثقيلة جدا. هذا ما يدل عنه مباراة جميلة جدا استمتع بها المشاهدون. وكأس العرب بشكل عام في أول نسخة له يعتبر من البطولات التي استمتع بها الجمهور كثيرا. أتحدث هنا عن بطولة تجمع منتخبات العرب ككل، فبالتالي اسمها جميل، يعتبر محفل مشرف للجماهير. نتحدث عن مباراة قطر والجزائر، وتعتبر مباراة قوية جدا، والجزائر كان فيها صراحة متسلطين أكثر من قطر بحكم فارق الإمكانيات. ونقدر نقول إنه الفريق الفائز أو الفريق الأكثر استحقاقا للفوز هو الذي فاز، ونقول هارد لك لجمهور قطر ودولة قطر. ماذا عن السيمي فاينل من الجهة الأخرى عبد الرحمن؟ مصر وتونس، ومباراة كان فيها طحن وكان فيها قتال، تفوقت فيها تونس بواحد مقابل لا شيء للفريق المصري. هل كانت الكفة عادلة أم كانت ترجح لإحدى المنتخبات عبد الرحمن؟ لا، أيضا نقدر نقول أيضا مباراة مصر وتونس، وبرضه نقول هارد لك لمنتخب مصر، أنه أيضا كانت مباراة عادلة. الكفة رجحت لتونس بحكم أنه تونس كانت الأفضل والأقدم في المباراة، ويعني منتخب مصر ما كان في أفضل مستوياته. أنا عارف منتخب مصر منتخب عظيم وعريق، وحتى لو كان يلعب بالفريق الثاني أو أكثر لاعبين ليسوا من اللاعبين الأساسيين في البطولات الرسمية الكبرى مثل كأس العالم، ولكن يبقى اسم منتخب مصر اسم كبير، ولا بد أن يكون أدائهم أفضل من هذا الأداء. نقدر نقول مبروك لتونس، تحقق الفوز، وإن كان الفوز يعني له طعم ثقيل في نفوس المصريين كونه بنيران صديقة عن طريق المدافع عمرو. بالمناسبة المدافع أيضا أدى بطولة جميلة جدا، وأدى بطولة قوية جدا، وخطأ واحد لا يعكس مستوى اللاعب قدم بطولة وأداء مشرف جدا لمنتخب مصر، ولكنه زي ما يقول غلطة الشاطر باشرة. كأس العرب على كبر هذه البطولة والمشاركات الحامية والمنتخبات القوية، لأننا فقدنا النجوم الأوروبيين، رياض محرز في الجزائر ومحمد صلاح في مصر، ما كانوا متواجدين في المنتخبات. لماذا؟ تقريبا هي بطولة نقدر نقول ودية، وإن كانت بطولة يعني تعتبر من البطولات القوية. يعني بعض الناس يعني يصنفها من أفضل بطولة في عام 2021 بالنسبة للبطولات العربية، يعني لهالدرجة وصلت يعني الحماس اللي فيها ما يوصلوا حتى بطولات رسمية، إلا أنها زي ما تقول بطولة ودية، فضلا على أنه اللاعبين الكبار مثل محمد صلاح من رياض محرز، أيضا عندنا أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان، يعتبرون من اللاعبين المهمين يعني في فروقهم، فبالتالي يعني لا يستطيعون الغياب والمشاركة في مثل هذه البطولات. ناهيك عن أنه الدوريات هناك مستمرة، بينما الدوريات في المحلية متوقفة بسبب هذه البطولة، فبالتالي هذا الأمر ساعد أو هذا الأمر منع هؤلاء اللاعبين من المشاركة في بطولة كأس العرب. طيب ننتقل إلى محور آخر، وقرعة دوري أبطال أوروبا. صار في قرعة وصارت في إعادة، صار في لغط كبير حول هذا الموضوع. عبد الرحمن، ما هو الحدث؟ قرعة دوري أبطال أوروبا من الأحداث الغريبة اللي صارت مؤخرا. الخطأ الذي حدث، طبعا القرعة تمت وتم إعلانها وتم إعلان المباريات، وبعد دقائق معدودة أعلن اليويفا أو الاتحاد الدولي لأبطال أوروبا أنه سوف يتم إعادة القرعة نظرا لوجود خطأ في كرة مانشستر يونايتد مع فييران، حيث تواجدت الكرتين في منطقة واحدة أو في صندوق واحد، وهذا أمر ممنوع بحكم أنه هؤلاء الفريقين في مجموعة واحدة. نعم. فبالتالي تقرر إعادة القرعة
طبعا صار فيها لغط كبير وجدل أيضا بالفرق اللي احتجت على هذا الموضوع. في ريال مدريد قال إنه الخطأ حدث بعد قرعتنا، فبالتالي يعني ما قبل قرعة مانشستر يونايتد المفروض إنه ما يدخلون داخل موضوع الإعادة. طبعا ريال مدريد يعني كان وقع في قرعة سهلة، لا أذكر والله مع أي فريق، ولكن وقع في فريق سهل قبل أن طبعا يعني تعاد القرعة وتحصل المصيبة الكبرى لريال مدريد. ولكن قرر الاتحاد الأوروبي أن يعيد القرعة بالكامل للعدالة والنزاهة. جميل. طيب عندنا أيضا من المحاور المهمة بالدموع والأحزان بوجود لابورتا وبيب جوارديولا، أغويرو، الكون أغويرو يودع كرة القدم بعد إصابة مزمنة ما منعته من الاستمرار. تعليقك على الموضوع يا عبد الرحمن؟ الكابتن الكبير كون أغويرو يعتبر من الأساطير إن صح التعبير، لأنه هذا اللاعب فعلا أسطورة ومن المهاجمين المخضرمين جدا، أو عفوا المهاجمين الأقوياء جدا. ونقدر نقول إنه صنع تاريخ مانشستر سيتي الحديث بحكم الهدف الشهير في آخر الدقائق والتي فاز فيها مانشستر يونايتد ب3-2 وحصل على الدوري. هذا الهدف يعتبر من الأهداف المهمة في تاريخ مانشستر سيتي ككل، في تاريخ الحديث، وأيضا في تاريخ الكابتن كون أغويرو. طبعا الكابتن كون أغويرو مثل فرق كثيرة أبرزها أتلتيكو مدريد، مثل مانشستر يونايتد، وأيضا مثل برشلونة في مباراة واحدة وسجل هدف وحيد أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الماضي وودع الملاعب. طبعا المشكلة هي في إصابة قلبية فيه أو مشكلة صحية. نصحوه الأطباء بعدم مزاولة كرة القدم واستجابة لجسمه الكون أغويرو، وقال الصحة تأتي أولا قبل كل شيء، وبالتالي قرر الاعتزال ونظم حفلا شرح فيه مشاعره، وأيضا كانت المشاعر فياضة حتى وصل كون أغويرو إلى البكاء. وجميع اللاعبين على مختلف الفرق والدوريات تعاطفوا مع الكابتن بشكل كبير. طيب ماذا عن اللغط الكبير والجدل الحاصل حول مثل ما يقولون مغادرة اللاعب سعود عبد الحميد نادي الاتحاد والانتقال إلى الهلال؟ طبعا كانت أحداث حامية الفترة هذيك، وكان الجميع يتساءل سعود ابن الاتحاد ونشأ فيها وترعرع فيها وأصبح نجما عالميا فيها، فيغادر ويذهب إلى الغريم على طول للهلال. أعتقد أنه موضوع يستحق النقاش. عبد الرحمن ما رأيك فيه؟ صحيح فعلا. طبعا انتقلنا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. طبعا الدوري السعودي ككل على تاريخه شهد مثل هذه الانتقالات التي ينتقل فريق فريق من إلى آخر. طبعا أيضا هذا الأمر موجود في الدوريات الكبرى، نجد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا للغريمين الظاهر رونالدو لعب لإس ميلان وإنتر ميلان، لعب ريال مدريد وبرشلونة، فبالتالي هذه الظاهرة موجودة في أكثر من دوري، ويعني هو أمر طبيعي جدا. ولكن الغير طبيعي أنه لاعب مثل سعود عبد الحميد خلينا نقول أنه فرصته في المشاركة مع الاتحاد كانت أكثر، أو سوف تكون أكثر من الهلال. طبعا الهلال فريق كبير جدا وفريق يعني بطولاته تشهد له يعني ما يحتاج، ولكن احنا نتكلم هنا عن لاعب يضمن مكانه في الأساسي، وفضلا عن يكون مثلا احتياطي للاعب ما أو يكون لاعب ثاني. في الاتحاد كان الخانة محجوزة باسم سعود عبد الحميد، ولكن لمشاكل كثيرة ما بين المفاوض ما بين مدير أعمال اللاعب ونادي الاتحاد قرر. وبالمناسبة هذا القرار كان ناتج عن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي، هو الذي قرر عدم التوقيع مع سعود عبد الحميد بسبب مشاكل زي ما قلنا مع مدير أعماله. فقرر بعدها أن سعود عبد الحميد ينتقل بشكل مجاني، للأسف أنه على الجمهور الاتحاد ينتقل بشكل مجاني، أي أنها صفقة غير ربحية قد نقول يعني. نعم صفقة يعني الفائز الأكبر فيها هو الهلال والخاسر الأكبر فيها هو نادي الاتحاد. طيب نقول طبعا سعود عبد الحميد الآن ما نقيم، ما أدري هل راح تكون ناجحة وفاشلة، يعتمد هذا على أدائه. لكن كما هو ظاهر أنه يعني سيجلس تتذكر يعني يكون أساسيا لوجود ياسر الشهراني ومحمد برايك في الأظهرة. محمد برايك يعتبر من أفضل الأظهرة على مستوى الدوري السعودي خلال السنوات الماضية، بالتالي صعب جدا انك انت تحجز حتى لو كنت سعود عبد الحميد ومستواك المشرف الكبير وقيادتك للمنتخب السعودي في بطولة كأس العرب. هذه كلها عوامل لا تجعلك تأخذ المكان في حال انه كان محمد البرايك في اعلى مستوياته. طيب محمد البرايك يعني لاعب كبير جدا. طيب لعل هذه تكون هي الخاتمة عبد الرحمن.
شاكرين لكم أيها الجمهور الأعزاء والمتابعين في كل مكان على هذا الاستماع وهذه المتابعة. الشكر موصول أيضا لك أخي عبد الرحمن. الشكر موصول أيضا لك أخي عبد الرحمن. والشكر برضو مرة أخرى مرة وثالثة ورابعة وعاشرة لجمهورنا الكريم. حياكم الله. أهلا وسهلا. أنس وصحاب في ساعة شباب، ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا.